السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا اليوم إن شاء الله فيديو جديد كما العادة. قبل ما نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نشارك معكم واحد الكوموند كان عندي ديال الفقاس، بغيت نشاركو معكم علاش لا، وغادي ندوزو إن شاء الله المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات عندي 6 البيضات والسبعة غادي ندير غير البيض ديالها، والصفار راه نخليه باش ندهن الوجه ديال الفقاس. عندي زلافة الزيت، زلافة ديال السكر، عندي كاس ديال اللوز من بعد ما فزكتو مزيان في الماء، عندي نص كاس ديال الماء زهر، كاس ديال الزنجلان، وجوج فاني، وجوج خمارات من فئة 100 غرام اولا 7 غرام، وعندي واحد المعلقة كبيرة ديال النافع، وقبصة ديال الملحة، والدقيق حسب الخليط اللي غادي يجمع لينا الفقاس. يعني كيبقى كيختلف من يعني الدقيق عارفين كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. غادي ندوزو ان شاء الله فواحد القصريه، غادي نوضع البيض. يعني كما قلت لكم كنديروا 6 البيضات، والسبعه كندير البياض ديالها وكنخلي الصفر باش كندهن به الوجه ديال الفقاس. يعني كنوضعوا داك البيض يكون دائما بدرجه حراره المطبخ، ما يكونش في الثلاجه. يعني كنعرفوا الفقاس انه كيجي يعني ساهل في الخدمه ديالو، غير هو فيه شويه ديال يعني كيطيب جوج مرات كيطيب ويتحمر، وهذا الشيء اللي كيزيد ثمرة الفقاص. غادي نحيد واحد الصفار ديال البيضة، غادي نضيف ديك زلافة ديال السكر ثاني، يعني ما يعادل 2 الكيسان د العنبة إلا عبرتو بالكيسان، وغادي نضيف دوك 2 فانيات، سكر منفسم بالفانيلا، وغادي نضيف واحد القبصة د الملح. يعني كما كنقول لكم دائما الحلوى محتاجة للملحة لأنها كتعدل الذوق وكتجيب واحد المذاق زوين في الحلويات. غادي نحاول نخلط داك البيض والسكر ثاني حتى تولي سنيدة مزيان مزيان، باش ما كيبقاش داك يعني كما قلت لكم دائما الحلوى كل ما خلطتو الزيت عفوا خلطتو البيض والسنيده والزيت مزيان تتنجح معكم الحلوى. يعني ملي كتكونوا كتلويوها ولا كتدلكوها ما كتلقش معكم الزيت. يعني كنخلط مزيان داك البيض والسكر سنيده حتى كينسجموا مع بعضياتهم. في هاد الأثناء غادي نضيف داك الزلافة ديال الزيت، يعني كذلك ما يعادل القياس ديال 2 كيسان د العنبة، يعني ما عبرش بزلافة، يعبر بالكيسان، يدير 2 كيسان ديال العنبة. وغادي نخلطو مزيان مزيان داك الزيت. يعني كما قلت لكم ما تخليوش هكا الزيت فوق البيض والسكر، ضروري خاصو يتخلط حتى كنوليو نحصلوا على واحد العجينه اللي هي يعني كتكون على شكل كتجي يعني مخلطه كامله ما بين الزيت والسكر والبيض. غادي نستمر هكذايا وانا كنخلط. يعني كنتمنى ان الفيديو تشاركوه مع الاصدقاء وتشجعوني بلايكات ديالكم وبتعليقاتكم زوينه. في هاد الأثناء غادي نزيد نضيف ما الزهر، وداك كاس ديال الزنجلان وكاس ديال اللوز. يعني أنا اللوز هنا ما كنقطعو ما والو، كنخليه على قدو، يلاه كنفزلو واحد شوية، واحد تقريبا واحد 10 دقايق في الماء أولا في ما الزهر وصافي. يعني حتى كيفزك شوية عاد تنديرو. والزنجلان خلاص كديروه خضر لأن باقي كيطيب جوج المرات، كيطيب مرة في باكيط وكيطيب المرة الثانية ملي كيبغي يتحمر. هاد الأثناء عندي هنايا أنا كيلو و250 غرام ديال الدقيق، يعني غادي نضيف ما نحاول ما نضيفهاش كاملة في مرة يقدر يشرب ليا داك الدقيق. كنضيفو وكنخليه واحد شوية. غادي نزيد كذلك دوك 2 ديال الخمارات. يعني الفقاس ما خصكمش تكتروا له الخمارة بزاف باش ما تيتشقق لكمش من الوجه ديالو ملي كيكون كيطيب. هذا هو السر ديال الأسرار ديال الفقاس باش كينجح معاكم، يعني أنكم ما تكترولوش الخمارة. واخا كيلو ديال الدقيق ما ديروش 3 الخمارات، كديروا غير 2 خمارات. وكتبداو تدخلوا داك الدقيق بشوية بشوية في داك الخليط، يعني حتى كتشوفوا أنه مثلًا واش غادي يتجمع لكم ولا باقي خصكم تزيدوه شوية الدقيق كتزيدوا. يعني أنا هنا كما قلت لكم درت كيلو و250 غرام ديال الدقيق. هاد المقادير هادي كتجيني يعني هي هاديك مضبوطة. ولا كان يعني الدقيق ما تيتشربش ممكن غتوصلوا حتى الكيلو و300 غرام، يعني داك الشيء كيبقى على حساب الدقيق. غادي نزيد داك الكمية الأخرى ما تبقى، وغادي نجمع العجينة حتى نحصلوا عليها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. يعني العجينة تكون رطبة ما قاصحاش بزاف وما جارياش، يعني باش إلا درتوها جارية غادي يصيح لكم، غادي يجيكم بالزط. يعني كتحاولوا أنكم تخليوها يعني شوية كما كتشوفوا بهذا القوام هذا. قسمتها هنا على 3 د الكرات، يعني هاد الكمية أنا كتعطيني بالعبار 3 كتعطيني 2 كيلو بالعبار. وغادي نحاول أنني نديرها على شكل بودانغ طويل. يعني كتبقاو نتوما كتروليو وانتم كتقادوها باش كتجيكم، يعني ما يجيكمش الفقاس خاوي من الوسط، ضروري كتبقاو تضغطوا عليه واحد شويه وانتم كتديو وتجيبوا في داك الرولو ديال الفقاس. يعني بقيتو كتديو تجيبوه بلا ما تضغطوا عليه كيجي شويه فيه الخاوي من الوسط.
غادي نستمر هكا في دوك لي بودان كاملين ونوضعهم في صينية الفرن اللي غندخل الفران. من بعد ما كملتهم كناخذ داك الصفار ديال البيضة وكنحاول انني ندهنهم من الوجه ديالهم، يعني كما قلت لكم كندهنهم غير بالصفار، ما كنديرهم لا نسكافي لا والو، وكندهنهم مزيان. كنحاولوا يعني نقيسوا جميع الجوانب، يعني غير صفار بيضة كيكفاني لهاد الكمية ديال الفقاص اللي عندي. كندهن مزيان داك الوجه هذاك بهذا الشكل هذا. وكناخدو كما كنعرفوا فقاس واحد الشوكة اولا واحد الفرشيطة، وكنبقاو كنشرطوه من الوجه باش كيجيو لنا دوك الخطوط يعني في الوجه ديالو. يعني الفقاس من الحلويات القديمة ديال المغاربة كاملين، وكيبغيوه كاع الناس تيبغيوه، كيبغيو يكونوا محضرينه في المائدة ديال العيد اولا في المناسبات، يعني ضروري تيكون حاضر. يعني لهذا يعني جربت شاركت معكم يعني هاد الكوموند اللي كان عندي. وغادي ندخلهم للفران يطيبوا من الفوق يعني على حرارة مهيلة مهيلة بزاف، يعني ما تحاولوش كاع تجهدوا الفران، وتخليوه يعني حتى كيطيب على خاطرو من التحت، وكتوليو تحمروا واحد شويه من الفوق وتجبدوه تغطيوه هكا يعني بواحد البلاستيكه، وتعاودوا تغطيوه بواحد الزيف وتخليوه يبات ليله كامله اولا يوم كامل حتى كيبرد على خاطرو. الآن بعد ما برد ليا الفقاس وحصلت عليه يعني بهذا الشكل كما كتشوفوا، ما كيكونش طايب بزاف، لان الا طاب بزاف كيبغي في التقطاع كيبدا يتهرس. دائما الفقاس خصو ما يكونش طايب بزاف. وكناخذ واحد السكين اللي كيكون ماضي وكنبقاو كنقطعوا الفقاس، يعني كل واحد كيقطعو بالطريقه اللي كيبغي، اما تيقطعوا مائل اما كيقطعوا يعني بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. وكنبقى تابعة يعني الفقاس هكدايا حتى كنقطع لي باغيط كاملين اللي عندي، وكنشعلو الفران. وكنحاولوا اننا نديروه هكذا ديك في عنفيه مهيله باش كيتحمر لنا من الوجه ومن التحت، وكياخذ واحد اللون ذهبي. يعني كي كتشوفوا كنحصلوا عليه بهذا الشكل، ما كيتهرس ما كيتكسر، يعني كيجي واحد الفقاس اللي هو رائع. غادي نكمل هاد الكميه كامله وغادي نستفها كما قلت لكم في الصينيه ديال الفرن باش غادي ندخلوه يتحمر المره الثانيه. يعني كتشوفوا ما عطى لا كسور لا والو، كيجي بواحد الشكل اللي هو مقادد وزوين. وغادي ندخلو ان شاء الله يتحمر ونتلاقاو معكم في الشكل النهائي ديالو. وهذا هو الشكل ديال الفقاص ديالنا من بعد ما تحمر، كيجي بهذا الشكل هذا كتشوفوا، كيجي رائع كيجي غزال. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وتبارطاجيوه مع الاهل والاحباب. واللي زار القناه ديالي اول مره ما يبخلش عليا بلايك واشتراك ويبارطاجيها مع الاصدقاء. يعني كما قلت لكم هاد الكميه كتعطيني 2 كيلو معبوره. وان شاء الله غادي نقدم معكم مزيد من الوصفات، وكنتمنى ان شاء الله تشجعوني نتوما والاصدقاء ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى فيديو قادم بحول الله.